في ناس كتيرة بشكل يومي، سواء العملاء اللي احنا بنعمل لهم شو او عملاء خارجيين، بيسالوني بشكل يومي ازاي نزود المتابعين بتاعه الصف. فانا قررت ان انا اعمل الفيديو ده عشان افيد الناس واقول لهم ايه الطرق الثلاثه اللي ممكن من خلالها تزود المتابعين بتاعتك على صفحه الفيسبوك. لان في ناس بتفكر ان الاعلان الممول على بوست معين ده هيبيع وهيزود متابعين للصفحه وهيجيب ريتش. لا، هو الاعلان ده بيبقى ليه هدف، فانت بتختار الهدف بناء على رغبه العميل. طيب نخش دلوقتي في الموضوع ونشرح الثلاث طرق. اول طريقه اللي هي بالسيرفر. انت والله بتشوف سيرفر يكون سيرفر موثوق فيه وبتقول له والله انا عايز 1000 متابع، مليون متابع، ايا كان، وتختارهم مصريين، هنود، باكستانيين، وبينزلوا لك على الصفحه في خلال من يومين لثلاث ايام. يبقى انت كده استفاد المتابعين دول. طب ايه مميزات وعيوب طريقه تزويد المتابعين بالسيرفر؟ مميزاتها ان هي سريعه، بتجي لك في وقت قليل، وفي نفس الوقت بتجي لك بسعر رخيص. عيوب تزويد المتابعين بالسيرفر ان انت الناس دي مش مهتمين بالمنتج بتاعك ولا بالخدمه بتاعتك ولا بيتفاعلوا معاك، وفي نفس الوقت مش هتقدر تعمل اعلانات تستهدف بيها الناس المشابهه لوكا لايك للناس اللي عامله لايك للصفحه او متابعه للصفحه. مش هتعرف تستهدف ناس شبه الناس دي، لان الناس اللي هم عاملين لك لايك طبعا جايين بسيرفر ما تعرفش اهتماماتهم ايه ولا مستهدفهم، فما ينفعش ان انت تستهدف ناس شبههم، الاعلان بتاعك هيفشل طبعا. فانت لو هتعمل بالسيرفر تستبعد الاعلانات اللي هي بالطريقه دي عشان هتخسر فلوسك بالفعل. طب الطريقه الثانيه اللي انت بتزود بيها متابعين دي بتبقى طريقه شرعيه وبتدفع لها بالفعل فلوس لمنصه الفيسبوك، ودي بتبقى عباره عن ان انت بتعمل اعلان هدفه تزويد متابعين للصفحه، اعجابات للصفحه، وبيبقى شكل الاعلان مش بوست عادي انت بتموله، لا ده بيبقى شكل الاعلان عباره عن اللوجو والغلاف بتاع الصفحه وجنبه في زرار اللي هو المتابعه او الاعجابات. ده بيبقى شكل الاعلان، يعني ما بتروجش لبوست معين او لعرض معين انت عايز تعمله. مميزاتها ان انت تبقى الناس اللي انت مستهدفها بتبقى شرعيه، دافع لها فلوس، ناس حقيقيه متفاعلين معاك في المناطق اللي انت بتختارها، مهتمين بالمنتج بتاعك. طيب ايه عيوبها؟ ان هي تكلفتها عاليه على حسب المجال. تقريبا ان اللايك الواحد بيبقى واقع عليك من 75 قرش لحد جنيه ونص، يعني انت ال1000 انت ممكن تصرف لهم حوالي من 1300 ل 1000 ونص، ال1000 متابع. طيب الطريقه الثالثه ممكن تزود بيها متابعين واللي انا بالفعل بستخدمها وبتجيب نتائج كويسه مع الناس، ان انت بتعمل حملات اعلانيه، وليكن الحملات الاعلانيه دي بتعملها على بوستات، والبوستات دي مختلفه طبعا على حسب التست اللي انت بتعمله للبوست او المجال. طيب الناس طبعا بتخش تشوف البوست ده فبتعمله لايك، يبقى ناس مهتمين بالمنتج او بالخدمه اللي انت بتقدمها. طيب على مدار الحمله انت بتشتغل مثلا بحمله وليكن لمده شهر لمده اسبوع ايا كان، وتبقى صارف عليها بادجت محترم، تقدر ان انت بعد ما الحمله تخلص او بشكل مستمر لو انت مشغل اعلانات على مدار الشهر، الناس دي ممكن تعمل لها كل يوم تعمل 20 او 30 دعوه، او ما تعملش دعوات بشكل كتير عشان ما تاخدش حظي، لان 90% منهم هيبقوا مش عاملين لك متابعه للصفحه. بتزيد بشكل تدريجي ومش بشكل كبير زي ما انت عايز، بس الطريقه دي امنه وكويسه، وفي نفس الوقت بتعرض بوستاتك للناس، والناس بتعرف او العميل بيعرف ان انت بتشتغل في المنتج الفلاني او بتقدم الخدمه الفلانيه، فبيتفاعل معاك وبيبقى مهتم فعلا بالمنتج بتاعك، وفي نفس الوقت بتعمل مبيعات وخدمتك بتتباع، وفي نفس الوقت الصفحه بتاعتك بتزيد. يبقى انت بتستفاد بكذا شق، ان انت بتزود الصفحه وان انت الخدمه بتاعتك او المنتج بتاعك برضه بيتباع. ولو عايزنا افيدك على طول بمعلومات زي كده هتفيدك فعلا في شغلك، واحنا بناخدها من واقع عملي ومن واقع شغلنا والمشاكل اللي بنواجهها مع العملاء، فاحب ان انت تدعمني وتعمل لي لايك وكومنت وشير، وما تنساش تسوى بمزاج.